السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تخيل انت نايم في سريرك غرقان في نوم عميق، كل حاجة هادية، وفجأة تحس انك بتقع. قلبك بيدق بسرعة، بتفتح عينيك في ثانية وبتلاقي نفسك لسه في مكانك على السرير. ايه اللي حصل؟ كنت بتحلم ولا فعلا كنت هتقع؟ بتبص حواليك، كل حاجة زي ما هي، بس الإحساس ده لسه معلق معاك. الشعور ده مش غريب، واكيد حصل معاك او مع حد تعرفه. بس السؤال اللي بيجي في دماغك: ليه بنحس اننا بنقع واحنا نايمين؟ ده وهم ولا في حاجة علمية وراه؟ خليني اقولك، احنا النهاردة هناخدك في رحلة ممتعة جوه عالم النوم. هنكتشف مع بعض ايه اللي بيحصل في دماغك وهو بيحلم، وليه جسمك بيخليك تحس انك بتتزحلق من مكان عالي. الظاهرة دي لو عايز اسمها العلمي بيتقال عليها اهتزازات بداية النوم، او زي ما بنسميها هايبنيك جيركس. يعني ايه؟ دي حركات لا ارادية بتحصل لجسمك وانت بتبدأ تدخل في النوم العميق. تخيل ان جسمك زي عربية بتبدأ تهدي سرعتها عشان توقف، بس فجأة الموتور يعمل حركة غريبة. كده بالظبط اللي بيحصل. طيب خلينا نفهم ازاي بيحصل كده. لما بتبدأ تنام، دماغك بيبدأ يهدي النشاط زي ما يكون بيطفي الأنوار واحدة واحدة. في نفس الوقت العضلات بتاعتك بتبدأ ترتخي، ودماغك بيفقد السيطرة عليها شوية. أحيانا دماغك بيتلخبط وبيفتكر إن الاسترخاء ده يعني إنك بتقع بجد، فبيبعت إشارة سريعة لعضلاتك زي ما يكون بيقول الحق نفسك. وده اللي بيخليك تحس إنك بتتزحلق أو بتسقط. الإحساس ده بيجي مع حركة مفاجئة في جسمك، يمكن رجلك تترج أو إيدك تتحرك، وده اللي بيصحيك. مش بس كده، في حاجة تانية ممتعة: الأحلام. الأحلام ليها دور كبير في الموضوع. لما بتبدأ تنام، دماغك بيدخل في مرحلة اسمها النوم الخفيف، وهنا بيبدأ يرتب الذكريات ويطلع أحلام صغيرة. أحيانا دماغك بيحلم إنك بتسقط من مكان عالي زي سلم أو جبل، وبيخلي الحلم ده يتحول لإحساس حقيقي. يعني تخيل إنك بتحلم إنك ماشي على حبل في السيرك وفجأة تتزحلق. دماغك بياخد الحلم ده على محمل الجد، وبيخليك تحس إنك فعلا بتقع. علشان كده لما بتصحى بتلاقي قلبك بيدق زي الطبل، وبتحس انك كنت نايم في فيلم اكشن. طيب في اسباب تانية بتخلي الشعور ده يحصل؟ اكيد. الاجهاد. مثلا لما تكون عايش يوم مليان توتر او شغلك مخليك على اعصابك، جسمك بيكون زي السلك الكهرباء، مشدود وجاهز لاي حاجة. في الحالة دي دماغك بيبقى حساس زيادة، واي تغيير صغير في جسمك بيخليه يفكر ان في مصيبة جاية. الكافيين كمان واحد من الاسباب. لو انت من الناس اللي بيشربوا قهوة او كولا قبل النوم، الكافيين ده بيخلي جهازك العصبي زي السيارة اللي مكبسة بنزين اوكتان عالي، يعني مش هيهدى بسهولة. وكمان وضعية النوم بتلعب دور. لو نايم في وضع غريب او سريرك مش مريح، جسمك بيبقى تحت ضغط ودماغك بيبعت اشارات غلط. بس انت دلوقتي اكيد بتسأل: طيب الشعور ده خطر؟ الحقيقة انه في اغلب الاحيان مش خطر خالص، يعني زي ما يكون دماغك بيعمل تمرين صغير قبل ما يرتاح. الظاهرة دي طبيعية وبتحصل لناس كتير، وعادة بتختفي لوحدها. بس لو لقيت انك بتحس بالوقوع ده كل يوم، او بيخليك مش قادر تنام كويس، هنا ممكن تكون اشارة ان في حاجة محتاجة تتشيك عليها، زي انك تكون عندك ارق او اضطراب في النوم. في الحالة دي الافضل انك تروح لدكتور يفهم ايه اللي بيحصل. طيب لو عايز تقلل من الشعور ده، ايه اللي ممكن تعمله؟ في كام نصيحة بسيطة هتساعدك. اول حاجة، حاول تهدي اعصابك قبل النوم. يعني اعمل حاجة تريحك، زي انك تتمدد وتعمل تمارين تنفس، او حتى تمارس يوجا خفيفة. التأمل كمان حلو. جرب تسمع موسيقى هادية او تقرا كتاب يخليك ترتاح. تاني حاجة، قلل من الكافيين. لو بتحب القهوة حاول تشربها الصبح او الظهر، بس بلاش تشربها بالليل. المشروبات الغازية كمان حاول تبعد عنها قبل النوم بكام ساعة. تالت حاجة، اختار وضعية نوم مريحة. لو بتحب تنام على جنبك، خلي راسك مرتاحة على مخدة ناعمة. لو بتحب تنام على ظهرك، حاول تتجنب الوضعيات اللي تخلي جسمك متوتر. آخر حاجة، حاول تخلي نومك منظم. يعني نام واصحى في نفس الميعاد كل يوم، وقلل من استخدام الموبايل أو اللابتوب قبل النوم، عشان الضوء الأزرق اللي بيطلع من الشاشات بيخلي دماغك صاحي. في النهاية الشعور انك بتقع وانت نايم ده حاجة طبيعية، وبتحصل بسبب ان دماغك بيحاول يتأقلم مع التغييرات اللي بتحصل وهو بيروح للنوم، زي ما يكون دماغك بيمرن نفسه على ازاي يرتاح.
المهم انك ما تقلقش، لان الغالبية العظمى من الناس بيحسوا بالحركة دي من وقت للتاني. بس لو حسيت انها بقت كتير او بتضايقك، يبقى الافضل انك تشوف دكتور يساعدك يفهم السبب. والحلو في الموضوع ان دماغك رغم تعقيده لسه بيقدر يفاجئنا بحركات زي دي، وده اللي بيخلي دراسة النوم حاجة ممتعة ومثيرة. فالمرة الجاية لما تحس انك بتقع، افتكر ان دماغك بس بيعمل تمرين صغير، وبيحكي لك قصة سقوط قصيرة قبل ما يرتاح. يلا خلي نومك هادي. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من قناتنا. ونشوفك في الفيديو الجاي، واحكي لنا في الكومنتات هل فعلا بيحصل معاك الموقف ده ولا لأ.